آثار الجروح اللي بتكون موجودة في الوجه مشكلة بتؤرق كثير جدا من الناس. الندبات اللي موجودة سواء أثر عملية قديمة أو مشاجرة أو أنا تعرضت لحادث أو حرق موجود، فالندبة اللي موجودة دي بتسبب أثر كبير جدا نفسي وشكلي، ويؤرق اللي عنده المشكله ديت هو واهله كلهم. زمان كنا بنستخدم كريمات وبس، في دلوقتي تقنيات حديثه جدا، اقدر ان انا اعمل جلسات بلازما، اقدر ان انا اعمل ميزوثيرابي، اقدر ان انا اعمل ليزر. النهارده هشارك حضراتكم على احدث تقنيه وهي حقن الدهون. حقن الدهون الذاتيه فيها حاجه اسمها ستيم سيل، خلايا جذعيه، بتساعدنا بنسبه كبيره جدا. بعض الجروح والاثار بتاعتها اللي كنا بنقف عاجزين امامها تماما واقول المريض مش قادر اعمل لك اكتر من كده، ان انا النهارده اقول له هعمل لك حقن دهون ذاتيه بتساعدنا جدا 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 ان تقربنا للطبيعي. اكيد مش هقدر اوعدك بنتيجه 100%، محدش بيقدر يرجع خلقه ربنا زي ما كانت، ولكن اقدر اساعد حضرتك ان نحل المشكله دي بنسبه كبيره تصل ل 70 و80% وباثر ملحوظ جدا جدا جدا. حقن الدهون الذاتيه بتساعد لو الجرح منخفض ان هو يرتفع، بتساعد في علاج التصبغات، بتساعد ان انا يكون اساس ليا حتى لو في منطقه عند الذكور زي الدقن او كده، ان انا ابدا بعد كده اعمل عليها زراعه شعر عشان الموضوع يتحسن تماما. كثير من الحالات تيجي تقول لي الدكاتره قالوا لي ما كانش ليك حل نهائي، ما يتعبش نفسك. لا، النهارده نقدر نساعد حضرتك توصل لنتيجه ممتازه. ربنا يجعلنا سبب لشفاء حضراتكم ودمتم في عافيه. انا حضراتكم دكتور محمد بشر، استشاري جراحات تجميل والحروق وجراحات تنسيق القوام والسمنه المفرطه.